هتصدقوني لو قلتلكوا ان الكيكه اللي قدامكوا ديت من غير ولا بيض ولا لبن ولا زبادي، وهتطلع معاكي هشه وطريه وطعمها خطير. تعالوا هنعملها مع بعض بطريقه بسيطه جدا، مش هتاخد معانا ولا وقت ولا مجهود، وهقولك على كام تريكايه اللي هتطلعها معاكي هشه وطريه بالشكل ده. تعالوا بقى اقول لكم عملنا العظمه دي ازاي. اهم حاجه يا بنات تركزوا كويس قوي في الخطوات بتاعتها. اول حاجه انا جبت الدقيق بتاعي، دول كوبايتين وربع من الدقيق المنخول، وعليهم معلقتين ونص من النشا او ربع كوبايه من النشا، وعليهم باكو من البيكنج باودر ورشه من الملح. ده الخليط الجاف، نقلبه كده ونركنه على جنب. وتعالوا بقى نعمل الخليط السائل بتاعنا. جبت البوله بتاعتي ونزلت بكوبايه الا ربع من عصير البرتقال. انا هنا ما كانش عندي برتقال فجبت عصير برتقال عادي وكان خطير يا بنات، تحفه. خدت كوبايه الا ربع، وعليهم كوبايه من السكر، وعليهم نص كوبايه الا معلقه من الزيت. نزلت بيهم ونزلت عليهم بباكو من الفانيليا. بس كده هاخدهم بقى واريح دماغي واضربهم في الخلاط كده. بعد ما ضربتهم في الخلاط بقى لونهم كريمي كده، نزلت بقى عليهم بالدقيق شويه بشويه، يعني هنزل بيه على 3 مراحل. بصوا، واحنا بنضرب الدقيق يا بنات نضربه في اتجاه واحد بالشكل ده. اول ما الدقيق يختفي ننزل بالجزء التاني بالشكل دوت، برضو يختفي الدقيق وانزل بالجزء التالت. هتلاحظوا ان العجينة هنا تقيلة، احنا لسه مخلصناش. بصوا بصوا تقيلة ازاي. هنزل عليهم بقى بمعلقة كبيرة من الخل، والخل هنا يا بنات ده مادة رافعة. نزلت بيها واقلبهم كويس بالشكل ده. واخر حاجة هنزل بتلت كوباية من المية المغلية واقلب بقى. انا كده ابقى خلصت الكيكة بتاعتي. بصوا بقت عاملة ازاي كده، تمام قوي. اجيب بقى الصينية بتاعتي او القالب بتاعي، اديله دهنة بالشكل ده، وانزل بالخليط بتاعي. الصينية يا بنات مقاس 26 او 28، يعني كل ما الصينية تبقى اصغر كل ما هتبقى اعلى. كده نزلت بالخليط بتاعي. ابتدي بقى افضي منه، يعني اطلع منه الهواء، اهزها كده وادبها شوية بالشكل ده عشان اطلع الهواء منه. وادخل الفرن تكون سخنة مسبقا على درجة حرارة 180، طبعا شغالة من تحت. بس هتقعد معاكي من 40 ل 45 دقيقة وهتطلع معاكي بالشكل الخطير ده. طبعا نستناها لغاية ما تبرد شوية ونبتدي نقلبها. انا هنا الصراحة ما كانتش بردت قوي، كنت مستعجلة عليها، بس يعني ايه كانت تمام، طلعت وكانت زي الفل. شايفين شكلها عامل ازاي، هشة وطرية ومن غير ما نستخدم لها ولا بيض ولا لبن ولا زبادي، وطعمها خطير بجد، عظمة. حلوة قوي يا بنات. بصوا وهي بتتقطع عاملة ازاي، حاجة كده طرية خطيرة يا بنات. اللي هيدوقها مش هيصدق ان هي صيامي. شايفين عاملة ازاي وناعمة كده من جوه، النشا يا بنات مخليها ناعمة من جوه. بصوا تحفة. بصوا النعومة بتاعتها كانت عشان لسه سخنة يا بنات، ما كانتش ماسكة نفسها، لكن لما بردت لا، تحفة بجد. حلو قوي، اعملوها هتعجبكم وهتعجب ولادكم جدا. وبكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم وبألف هنا.